السلام عليكم، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع الصحه مزيان؟ اموركم هانياش؟ كتعاودوا؟ كلشي لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي. واحد المره كنت لحت واحد الفيديو كنت قلت لكم الناس اللي عندهم المشكل في الغنام، يعني الناس اللي عندهم المشكل ديال اللحد، وخصوصا الاعراس السرديه. حنا كنعرفوا الاعراس السرديه هي اللي كتبقى من لا ميور ديال الكتيبه. الناس اللي عندهم الكتيبه يعني السرديه هي طوب ديال السلعه، والناس كيعانيو مع هذا المشكل ديال اللحم. وصراحه داروا بزاف ديال التجارب وداروا بزاف ديال الاجراءات وما ما زقاوش باش يلقاو شي حل، ولكن كيخرجوا لي فاكسان كيخرجوا، ولكن كتبقى نفس المشكل. ولكن اليوم انا ما غنهضرش على النعجه حنا عارفين داكشي جينيتيك جاي من الدم. غنهضر لكم على الخروف نقدروا حتى هو الا سمحنا فيه وما درناش هذا البروتوكول اللي غنقول لكم، يعني راه غادي حتى هو نفس المشكل ديال امو غادي يكون فيه عادي، حتى هو غادي يطلع. خصوصا الا كان داك العر يعني داك الحب تيدير تيعمر وما كيتفقس في شي بلاصه اللي فيها الكوري وكيطلع شي مع شي، صافي القضيه كلها كتزيد كتشغل. ولكن غنعطيكم واحد البروتوكول انا الخرفان عن تجربه حنا مجربينه وبارشاد بيطري، وهادشي كنقول لكم راه بارشاد بيطري بطبيعه الحال. انا كنبقى تقنيه ولكن كنتبع التعليمات ديال الاطباء. المهم هاد الدواء اللي غنقول لكم هو هذا. اي بيطري واي مصحه بيطريه مشيتو عندهم واي طبيب بيطري مشيتو عندهم شو تابل غادي يقول لكم كاين هذا اونتيبيوتيك. هذا غير كاين لي زونتيبيوتيك بزاف، كاين بينيسيلين بينيستريب بينيكيل، بزاف الانواع ديال البينيسيلين، ولكن غير هذا اونتيبيوتيك زايد، لي ماتيير اكتيف ديالو زايدين. هذا كنخدموا به الخروف ملي كيوصل الشهر كنعطيو لي فاكسان ديال لونتيروتوكسين ياك، وكنعطيو الخل البيطري كنعطيو 1 سنتيم من الشطاب. ملي كنرجعوا للرابيل ديال لونتيرو وديال الريب كنعطيو 2 سنتيم الشطابل. ملي كيوصل للخروف 3 شهور كنعطيو 3 سنتيم ديال الشطابل. قد ما الخروف غادي يزيد عندنا قد ما غنبقاو نعطيه 1 سنتيم، لحقاش حنا كنعرفوا ان الحاجه ملي كتكون جينيتيك في اي لحظه تقدر تبان. ولكن هذه ما غنقولش لكم غتحيدوا من مره، ولكن كتساعدك. وحتى الا مشيتي ديتي للسوق ما كتخلصش لك ديك 300 درهم ولا 400 درهم. حنا كنعرفوا الكساب كيضرب التماره في الاخر مسكين كيدي ديك السلعه ديالو كينقصوا ليه واحد 200 ولا 300 درهم على ديك الحبه.